90% من الناس بتفشل في اليوم السادس، مش علشان التمرين صعب، لكن علشان مش بيكملوا الفيديو. لو مكمل معايا دلوقتي، اعمل لايك واشترك في القناة واكتب في الكومنت مكمل اليوم السادس علشان نكمل التحدي مع بعض. اليوم السادس مش تمرين، اليوم السادس قرار. ناس كتير بتبدأ قوية وبعد كده العقل يزوغ، علشان كده التمرين النهاردة في آخر الفيديو كمكافأة مش لأي حد. لو مستني تحفيز مش هيجي. الفورمة مش مزاج، الفورمة التزام. اللي هيكمل النهاردة هو اللي هيكمل 30 يوم. تغذية اليوم السادس: الفطار بروتين أول ما تصحى علشان توقف الهضم. الغدا بروتين واضح ونشويات بذكاء من غير حرمان ومن غير عك. سناك: لو جعان كل، بس كل اللي يخدم جسمك. العشاء خفيف ومبكر علشان جسمك يحرق وانت نايم. أكتر غلطة بتبوظ اليوم السادس: إنك تفتكر إنك خلاص كسبت. تنام متأخر، زود أكل، تسيب المية. غلطة صغيرة بتأخر النتيجة أسبوع. أكتر حاجة بتضيع اليوم السادس إنك تفتكر إنك لو هديت شوية مش هتفرق. هتفرق وهتتحاسب. اليوم السادس ما بيحبش التهاون. لو وصلت لحد هنا أنت أقوى مما تتخيل. التمرين الجاي مش معمول يعذبك، معمول يصحي جسمك. خد نفس وخلص اليوم صح. التمرين نبدأ. سكوات هولد، نزول ثبات ونبض. رجلك هتشتغل، سيبها تطور. 4 مجاميع. بوش اب، نزول ببطء، طلوع بثبات.
ماونتن كلايمبرز، شد بطنك وسرعة ثابتة. جلوت بريدج، ارفع اعصر وانزل بتحكم. الدورة دي كررها 3 مرات، مش سباق، ده شغل.
لو وصلت للنقطة دي انت عملت حاجة ناس كتير معرفتش تعملها. يمكن محدش شايف مجهودك، يمكن مفيش حد مصدقك، يمكن حتى انت لسه مش مصدق نفسك، بس الحقيقة انت اتغيرت. اليوم السادس مش تمرين، اليوم السادس علامة انك بدأت تطلع من النسخة القديمة وتقرب من النسخة اللي نفسك فيها. مش لازم تشوف فورمة دلوقتي، مش لازم الميزان يتحرك، مش لازم حد يلاحظ. اللي لازم يحصل انك ما تقفش. كل مرة كملت فيها وانت تعبان وانت زهقان وانت مش طايق نفسك كنت بتكسب. الناس اللي بتوصل مش أقوى منك ولا أذكى منك ولا أحسن منك، الفرق إنهم كملوا يوم زيادة. اليوم السادس خلص بس الرحلة لسه طويلة، واللي جاي مش أسهل بس هيبقى أوضح. لو ناوي تكمل اكتب دلوقتي في الكومنت مكمل، اعمل لايك واشترك في القناة علشان نعدي اليوم السابع سوا. اليوم السابع هيبدأ يبين الفرق، واليوم العاشر هيأكد، واليوم ال30 هتشوف التغيير. اقفل الفيديو، قوم اشرب مية، نام بدري، أشوفك الفيديو الجاي.